سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفه نتاع الجلبانه. الان راح نبداو. نحتاج مغرف نتاع الزبده، شويه نتاع الزيت، نخلو فيها الدجاج يتقلى. بعد ما يتقلى راح نضيفوا عليها راس نتاع البصل وفص كبير نتاع الثوم. لما عندكمش فص كبير ديروا له 2 فصوص نتاع الثوم. نقطعهم كيما راكم تشوفوا قطع صغيره. من بعد ما تقلاو مليح راح نزيد لهم 2 حبات نتاع الطماطم يكونوا متوسطين، ملعقه صغيره نتاع الملح، ربع ملعقه صغيره نتاع الفلفل الابيض، ربع ملعقه صغيره نتاع البصل بودره، ونصف ملعقه صغيره نتاع الدواء تاع الدجاج. هذا دواء الدجاج نحب نديرو وين ما ندير الدجاج، يمد لي واحد الذوق رائع في الدجاج، يعطيه واحد التتبيله يجي بنين. وربع ملعقه صغيره نتاع الفلفل الاسود، وملعقه صغيره نتاع الفلفل العكري، وملعقه صغيره نتاع راس الحانوت، ونصف ملعقه صغيره نتاع الكزبر وكرويه. انا الكميه طول نطيب كميه قليله، يعني ما نطيبش كميه كبيره. راح نمرق بالماء يكون سخون بعد ما تقلاو مليح، يعني نمرقون بالماء يكون سخون. الان انا كنت من جهه اخرى حطيت الجلبانه تفور. بعد ما فارت مليح لحتها في الماء يكون يغلي، ثم مع نحيتها من التفويره لحتها في الماء. راح ندير لها مغرف كبيره نتاع الطماطم مصبره، ونزيد لها حبه نتاع جزر قطعتها قطع صغيره. بعد ما طابوا هاي النتيجه. اللي يحب يخثر المرقه يديرلها شويه مغرف صغيره نتاع الفرينه، يحلها وحدها في الماء ويديرلها فلفل عكري ويلوحها. دوكا نديروا لها فلفله حاره، وخلوها تغلي شوي. وبعد ما غلات نحطها في صحن التقديم. انا كنت قليت لها حبات نتاع البطاطا، زينتهم فيها. الدجاج تاعي كنت حمرته في شويه نتاع الزبده باش يمد هذيك التحميره. والان بعد ما ضفت لها الدبشه كما راكم تشوفوا هاي النتيجه النهائيه. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انا كنت هنا درت مع خبز الدار، اني راح ندير لكم ثاني الوصفه تاعو.